وصل لمعروف. لسه التمريرات، لسه الظبط في الاداء. ادي كوره في منتهى الخطوره ومفيش رايه ولا صفاره، ولكن يرتد حازم امام وياخد ركله مرمى لمصلحه نادي الزمالك. ادي موسى حجيج 42 عام، واحد من نجوم كرة القدم في لبنان وأفضل 10، ولكن محاولة مرة تانية بيقفلها طارق حامد ويعمل الهجمة المرتدة. ادي شيكا تقدم واستفاد وكسب مساحة أرض ووصل لمكان خطير. هيعمل ايه؟ عدى واحد والتاني وادي التسديدة، ولكن بلوك على طول والتسديدة ضعيفة بيقطعها نور منصور، لكن عمل انطلاقة حلوة جدا جدا شيكابالا وكسب مساحة تقريبا 40 أو 50 متر. نقل نادي الزمالك شيكابالا على التنفيذ، ومهدي خليل اللي بيلعب أول موسم ليه مع العهد اللبناني صاحب ال25 عام قادما من فريق صفاء بيروت. تحذيرات من قاسم الحاتمي ومتقدم البرج العالي لنادي الزمالك علي جبر. هنشوف شيكابالا، ادي كوره مقوسه على القائم الاول ولكن ارتفاع ضعيف، تهرب الكوره الى خارج الملعب على حلوه اللي قدمها لنا حيدر. شيكابالا المره دي تقدم من حازم امام، العرضيه حلوه ولكن البرج اللبناني على طول يردها مرة تانية ومرة تالتة. ابعاد بالعقل وفي ثقة في اداء رباعي خط الظهر لفريق العهد اللبناني. كرة هات وخد مرة تانية بتوصل لحسام باولو، يهيأ لمعروف لمصطفى. يلا يا مصطفى في اول لقطة في الدقيقة 21 تمريرة حلوة وتغيير اتجاه لعب. الحكاية بدأت من الجبهة اليمنى ونهاها مصطفى حلو، ولكن التسديدة القوية بالقدم اليسرى من اللاعب مصطفى محمد صاحب ال20 عام وواحد من نجوم منتخب مصر للشباب، ولكن بتمر التسديدة بجوار القائم الأيمن. ودي ردود الأفعال على أوجوستو إيناسيو. كرة معدية الويند، حازم امام يطلع شيكابالا الجبهة اليمنى الخطيرة، ولكن المرة دي الزقة أطول من اللازم من شيكابالا. أحرز هدف في اللقاء الماضي، ولا أجمل ولا أروع. وآدي اللقطة، تسديدة حلوة ولكن لو ظبط مصطفى وقدر ان هو ينشن رغم ان هو بص قبل ما يسدد، ولكن تسديدة بالقدم اليسرى للشاب مصطفى محمد. الزمالك طارق حامد ايضا تمريرة بالخطأ. ادي تقدم وانطلاق ولكن خارج، وعلى طول الونش كان خارج من مرمى عمر صلاح، ولكن الونش حل الازمة وفتح السكة وعمل الابعاد. حتى الآن رقابة جيدة من محمود الونش على المتنفس الهجومي والقوة الضربة لفريق العهد اللبناني إبراهيم ديوب. بنستأنف اللقاء ومحمد حيدر لحسين الزين في مكان خطير. ودي الونش على طول بيحط جسمه ويمنع الكرة الأرضية يطلع على طول عمر صلاح. عمر صلاح بيكلم ركنية لمصلحة نادي الزمالك تتلعب على طول. وادي الراسية، ولكن فين يا ونش فين؟ مهم جدا الكرات الثابتة، مهمة جدا. والله ده كان مصطفى محمد هو اللي حول الكرة الراسية ديت. ادي كرة الباولو، ودي كرة مش ممكن، فرصة
كورة بتخبط في رجل نور منصور وغيرت اتجاهها، ولكن مفيش حظ. يا دوب اللمسة بالقدم من نور منصور. ادي تمريرة ابراهيم وتسديدة باولو تغير الكورة الاتجاه، ولكن بتخبط في الشباك من الخارج وتتحول وتبقى ركنية. تتلعب الركنية وهتافات مصرية في بداية احداث الشوط الثاني. ودي الكرة العرضية وادي الراسية، ادي الراسية، ولكن فين؟ لسه الونش ما ظبطش وما حطش داخل البرواز، ولكن حلوة العرضية من حازم امام. وادي الراسية ولكن اعلى من المرمى. تبديلين لاوجوستو إيناسيو، ياخد ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك. ادي التدخل من حسين دقيق. حازم امام عايز يعدي، ولكن موقف صعب يا حازم، لازم يلعب السهل، عشان كده بيعتذر. ومن المقولات العالمية لاعب الأنصار والشباب البحريني. وادي الركنية في منتهى الخطورة، ركنية في منتهى الخطورة، وكان مكمل ابراهيم ديوب على القائم الثاني، هتشوفوا حضراتكم، ولكن دخل يعقوبه على ابراهيم ديوب. ادي محمد حيدر كان لعيب مميز في الشوط الاول حيدر، وركنيتين متتاليتين. ادي كرة مقوسة ولكن على مرتين المرة دي عمر صلاح. كرة مقوسة عاملة سويرف، ولكن شايفها ومأمنه علي. ربما أول مرة نشوف هذا الرباعي في تشكيلة نادي الزمالك في لقاء واحد بيلعبوا مع بعض في كل الأجهزة الفنية اللي تعاقبت مع نادي الزمالك. إبراهيم صلاح، طارق حامد، دونجا، بالإضافة لإبراهيم عبد الخالق، وفي الأمام شيكابالا وباولو. حسين دقيق بيلعب كرة خطيرة جدا، مش ممكن، فرصة كبيرة جدا في غفلة دفاعية غريبة. 3 أصفر على بعد 5 متر ونص. ودي كرة مرة تانية مش ممكن فرص. وادي الونش بيقول في ايه؟ نمنا ليه وسبنا الرقابة ليه؟ وابتدت الفرص الخطيرة تهب من القلعة الصفراء على الفارس الأبيض بركنيات متتالية وحوارات فضائية تصدى لها عمر صلاح بكفاءة كبيرة جدا هو والونش. 6 أصفر داخل المنطقة، لكن اتعملت قصيرة هات وخد. ودي ترقيصة خطيرة جدا وفرصة، ودي كورة، ولكن على طول بيقفلها المرة دي حسني فتحي في لقاء النصر. شيكابالا بيلعب ركنية على القائم الثاني، ولكن ابعاد من زوريق اللي ايضا ضمن التشكيلة المثالية. محمود دونجا يرجع المرة دي لحسني، العرضية مش معدية من القائم الأول. طارق حامد يرجع لحازم إمام، رفع وشه حازم. هل نشوف تمريرة حلوة يا حازم؟ كورة في اتجاه شيكابالا ولكن قافلها ومنتظرها على طول. حسين دقيق يستفيد وياخد بيكا، ولكن 1 وسط 4 أصفر تتقطع وترتد من جديد لنادي الزمالك. ادي كورة متسقطة سهلة جدا لمهدي خليل. كرة للأمام، كنترول حلو يصنع بيه حيدر، هجمة مرتدة. ادي محمد حيدر، ولكن الونش النهاردة عامل مباراة مميزة جدا. أرى لباسم هيعمل ايه؟ بيهيأ. هل نشوف تسديدة؟ ولكن شفنا توزيعة لشيكابالا يطلع حازم. وادي كرة عرضية وأرضية عدت ولكن مش متوقعها ابراهيم صلاح، على طول يطلع دفاع الأصفر، ولكن
يدي الاستحواذ. شيكابالا عايز يعمل فنت، ولكن احمد زريق بيرتكب خطأ. حب يعمل فنت شيكابالا ولكن قطعها زريق، وكان هيعمل هجمة مرتدة خطيرة لكن ما قدرش يستغلها بشكل جيد زريق. الجمهور الوفي بيفي بالعهود كالمعتاد وبينده بأعلى صوت العب يا زمالك. التاني ادي كرة من حيدر بيلعبها خطيرة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. هو ده الكلام وهو ده اللي بيبحث عنه العهد. وادي حيدر اللي قلنا صانع الالعاب، وادي الفرصة وادي اللدغة كانت هتأتي من السنغالي، وادي اللقطات الخطيرة المزعجة لجماهير القلعة البيضاء، جماهير الفارس الابيض، رغم السيطرة ورغم الاستحواذ ولكن ممكن هيروح في اتجاه المرمى. ولسان حسني فتحي بيقول له يا راجل شيل، مش عايز التمريرة هو. اخطاء فردية واوجوستو إنافسيو بيبص للسماء. احمد زريق مكان خطير جدا جدا، ضربة حرة مباشرة وبنلعب في الدقيقة 82. لقطة خطيرة لمصلحة العهد اللبناني. وادي اللاعب مهدي فحص الورقة البديلة الثانية اللي دفع بيها موسى حجيج، وتحذيرات من قاسم الحاتمي حكم اللقاء. هنشوف هتتنفذ ازاي. شايف ثلاثي ودي تسديدة، ولكن عمر يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر. الجواب بيبان من عنوانه، وعمر قدم للجميع شهادة اعتماده. حارس مرمى مميز، خد الخطوة وأثر. الجماهير بتتكلم، وكرة خطيرة وجول، كرة خطيرة وجول في ظل هتاف الجماهير، في ظل هتاف الجماهير. أحمد زريق يعلي من شأن القلعة الصفراء علشان تشتعل المدرجات غضبا، والعهد اللبناني على العهد وعلى الوعد في الدقيقة 84. بص شوف الحكاية، ادي حسين دقيق، وادي العرضية، وادي غياب الرقابة الحقيقية، وادي اللمسة الذكية من احمد زريق علشان يفتتح التسجيل مشاهدينا الكرام، ويضع هدف على عكس سير اللقاء. واحمد زريق احد تبديلات المدير الفني موسى حجيج يعطي الإضافة ويعطي التقدم والفرحة والاندهاش على جماهير نادي الزمالك وعلى وجه أوجوستو إناسيو. الجمهور المصري بينفجر غضبا من الأداء، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أيضا حزين غاضب على الأداء وعلى الشكل. والكل أهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، أي واحد ينتمي للكرة المصرية ويعرف قيمة الفارس الأبيض وقيمة مدرسة الفن والهندسة، التاريخ الكبير والنادي العظيم، النادي المليء بالبطولات وبالألقاب والنجوم الكبيرة جدا جدا اللي أسرت الكرة المصرية وأسرت الكرة الإفريقية. لا يرضى على شكل الأداء وعلى الكرت الأحمر لمحمود دونجا لخروجه عن الروح الرياضية والسلوك الرياضي في الدقيقة 86، خصوصا بعد ما تقدم العهد اللبناني بهدف، وبعد ما
فلتت الأعصاب، وبعد ما غضبت الجماهير، وبعد ما صبرت على الأداء اللي لم يتحسن بل بيزداد سوء على سوء. آدي تدخل، وآدي التحام، وآدي خروج عن المألوف من محمود دونجا. علشان كده قاسم الحاتمي يشهر الكارت الأحمر لدونجا. المصائب لا تأتي فرادى مشاهدينا الكرام، ونادي الزمالك هيكمل ب10 لاعبين بعد طرد دونجا وتقدم من زوريق صاحب الهدف. ودي العرضية، ودي الخطأ. مش ممكن. مش قلت لحضراتكم المصائب لا تأتي فرادى؟ مرة تانية محاولات للعهد اللبناني اللي فضل يبحث عن